بسم الله الرحمن الرحيم. لغز المسيرات الفضائية. شاع في الآونة الأخيرة أن سماء أمريكا تتعرض لغزو فضائي بواسطة مسيرات، مما أفزع السكان خصوصا في بعض الولايات، واقتنع الكثير بأنها كائنة فضائية، وقد حاولوا استهدافها لكن بدون جدوى. وقد لوحظ التواطؤ بين الحكومة وناسا على أن استهدافها يشكل خطأ ذريعا قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، سيما أن هذه المسيرات جد متطورة. وقد صدق الكثير من المحللين هذه النظرية، وأنا أرى أنها من صنع الأمريكان للسبب التالي: أن هذه المسيرات تستهدف فقط أمريكا وبعض قواعدها، ولم تجرؤ على التحليق فوق سماء دول أخرى متقدمة كروسيا والصين على سبيل المثال. وقد تحجج بعض المسلمين بأنها مخلوقات أخرى انطلاقا من قوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. وردي أن الله تعالى خلق من المكلفين فقط بني آدم والجن الذين سيحاسبون يوم القيامة. وأما قوله تعالى ما لا تعلمون ففي الهيئة والصفات فقط، وهي غير مكلفة ولن تحاسب، وبالتالي تبقى هذه المسيرات استخفاف بعقول الناس، ولا يصدقها من يؤمن بما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. المرجو المشاركة بالتعليقات، وجزاكم الله عنا كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم.